أزرو لكرة القدم. حسنية أزرو حقق اللقب بعد الفوز على المقاومة بالضربات الترجيحية التي ابتسمت أخيرا لهذا الفريق الذي يمثل أزرو، الذي شرف أزرو في هذه البطولة هناك بداية من لول. والآن يتواجد معي رئيس الفريق. كيف رأيت هذا التتويج الرائع بعد الفوز بالضربات الترجيحية على فريق المقاومة بملعب من لول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول كلمة أوجهها لكل أعضاء فريق حسنية أزرو بالخصوص اللاعبين، كنشكروهم جزيل الشكر. هما اللي قاوموا، هما اللي ناضلوا، هما اللي تحققت هذا الفوز. وهذا الفوز هو بمثابة للغيرة التي تأخذنا بأزرو ومجال كرة القدم بأزرو. وحنا الحمد لله بهذا التتويج حنا أول مرة كنأسسوا فريق حسنية أزرو، وأول مرة كيجيب اللقب، وحنا فرحانين بهذا التتويج الحمد لله. وكنشكروا جمعية المقاومة اللي شرفتنا بالحضور معها في هذا دوري كأس العرش. وكنشكروا جميع الطاقم الذي يناضل ماديا ومعنويا ويساعد ماديا ومعنويا في انجاح هذا الفريق. وحنا الحمد لله هذه بدايه، وكنشكروا اللاعبين باش يستمروا. حنا الحمد لله هذه بدايه، وكنتمناو لما لا نوصلوا للمبتغى ديالنا، الا وهو نتكلفوا ان شاء الله ونلعبوا بحال الفرق الاكبر الحمد لله. شكرا رئيس الفريق، سعادة الرئيس، على كل هذه التصريحات والتوضيحات. نعم، كانت هذه تصريحات رئيس فريق حسنية أزرو بعد التتويج باللقب عن جدارة واستحقاق بعد فوزه بالضربات الترجيحية على فريق المقاومة هناك بأيت ملول. نعم، كانت هذه تصريحات رئيس الفريق.